الاتربه نعم. دي، الاتربه اللي حاصله دي خطورتها ايه بقى على ما نتلافاها؟ طبعا ممكن تعمل لي فينا كلنا، ممكن تعمل لي احتكاك وتعمل لي تهيج في العين والاغشيه المخاطيه، الانف والفم والعين والكلام ده. ولكن الناس الحساسيه هتزود لهم نسبه حساسيه الانف وحساسيه العين وحساسيه الصدر. ولكن بقى المهاره، انا النهارده مثلا غسلت انف حوالي فوق 90 مره. ليه بقى؟ لان انا خايف على انفي، لان انا انفي هي الفلتر. فكل ما تشم حاجه وهو فيها الاتربه نغسل انف. يقول لك انا بتوضى مره مرتين في اليوم، لا، اغسل انفك، بلاش دعوه بالوضوء، اغسل انفك والغسل الجيد. وهنعلم اطفالنا ان احنا ازاي نستنشق وازاي ننظف الفلاتر. لازم الانف تتغسل بحيث الميه اللي نازله من الانف ما يبقاش فيها اي نوع من الالوان المتسخه ولا الميكروبات دي كلها. غسل الانف الجيد بيمنع استيطان الميكروبات ويزيل المخاط المتراكم. بس لازم عشان اغسل انف كويس قوي ان انا اكون جسمي فيه ميه. يبقى برده مره ثانيه من نصائح الشتاء الجديده بقى ان احنا لازم نشرب ميه بوفر او اعشاب طبيعيه زي ما انت عايز، سيليو بردوش ولا جواف والكلام ده. ولكن وجود الميه في جسمي ومع غسيل الانف خاصه، ومش بس كده، ده كمان غسيل العين وغسيل الوجه وكمان غسيل الحلق. ليه؟ لان في بعض الاتربه بتبقى موجوده في الحلق وانا مش دريان. فبرده غرغره الانف، غرغره الفم مع غسل الانف والاستنشاق بيفيد ان انا ما بتخليش الاتربه تدخل للجهاز التنفسي تعمل لي مشاكل بدل ما تقعد ساعتين ثلاثه. ده ما خلاش دقائق، في ناس بيغسلها